السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. شرحنا لهذا اليوم طريقة الحصول على رقم أمريكي حقيقي لتفعيل جميع برامج التواصل الاجتماعي: فيسبوك، واتساب، تليجرام، انستغرام. وأهم شي تفعيل الانستغرام، شلون نسوي حسابات وهمية ونأكدها برقم تليفون أمريكي. طبعا مثل ما تعرفون هذا البرنامج اتوقف وما جاي يوصل الكود للبرنامج، وهواي منكم طلبوا مني هذا الشرح. طبعا انا عندي الى حل هذا البرنامج، ان شاء الله بالفيديو القادم راح اشرح لكم بالتفصيل. طيب، فاليوم عندنا هذا البرنامج وراح نقدر نسوي حساب امريكي ونفعل حساب انستغرام. طيب، فاول شي نفتح البرنامج. طبعا جدا بسيط البرنامج، بس يراد له شوية تركيز ومتابعة. طيب، هنا يطلب منك كود التحقق مال الولايات المتحدة. اي كود يتكون من 3 ارقام. راح اكتب انا اللي دائما اخليه 202. ماشي. النت شوية ضعيف. طيب، انطانا مجموعة من الارقام. طبعا راح اختار هذا الرقم الاول، انت بكيفك مخير اي رقم تختار. ماشي. نضغط على هذا الخيار. حسنا. طيب، هنا الفكرة هنا الفكرة اوكي، تشوفون هاي. طبعا اذا حسابك بالجوجل بلاي عربي ما يصير. فشوف هذا الفيديو اللي انا شرحته. انا ليش شرحت هذا الفيديو؟ قلت لكم يابا لازم تشوفون هذا الفيديو. هذا الفيديو يكون مكمل لهذا الفيديو. يعني هذا الفيديو لازم تشوفونه، طريقة ربط حساب جوجل بلاي بالفيزا كارت حتى تقدر تشتري كل شي. انت ما تقدر تفعل الرقم، يعني ما تقدر تشتري الرقم اذا ما تشوف الشرح اللي نشرته اليوم. ماشي. فانت شوف هذا الفيديو بالكامل، شوف شلون تسوي حساب امريكي وتربطه بفيزا كارت. اذا ما شفت هذا الشرح ما راح تقدر تشتري الرقم. ماشي. اوكي. تضغط على هذا الخيار. هو يقول لك التفعيل لمدة 3 ايام. بعد 3 ايام لازم تشتري. احنا ما نريد نشتري، ناخذ الرقم وهاي هي. ماشي. فنضغط على اشترك. مثل ما تشوفون. لا شكرا. حلو. هذا هو الرقم الامريكي. خذينا رقم امريكي بكل سهولة وبكل بساطة. بس شيني لازم تشوف الفيديو السابق اللي انا شرحته شلون تربط حساب جوجل بلاي بفيزا كارت. شنو الفكرة فيزا كارت؟ يعني هي وسيلة دفع، ما حسابك ما برصيد، انما هي مثل ما نقول خدعة. حتى لو حسابك امريكي ما تقدر تشتري اذا ما رابطه بالفيزا كارت. ماشي. انسخ الرقم. هسه راح نسوي حساب انستغرام وهمي. هنا راح اخلي الرقم الكود 1 الولايات المتحدة. ماشي. نمسح هذا الواحد. مثل ما تشوفون وصل لنا الكود وبكل سهولة. الكود اذا وصل لك بالعربي بالعكس، يعني مو 429، لا، 176 429. ماشي. 176 429. طبعا هواي منكم جاي يعانون من هاي المشكلة، هواي يعني كلش هواي. يعني دائما يراسلون لي يقولوا لي يوصل لي الكود اخليه يطلع خطأ. هي هاي الفكرة. ماشي. مو دائما طبعا، هاي مرات هاي المشكلة تصير. طبعا هنا انا محظور، ما اقدر اسوي حساب لان اليوم سويت تقريبا فوق 20 حساب وهمي. يعني باكر لازم اقدر اسوي حساب وهمي. فالمهم هي هاي الفكرة، ان شلون تحصل على رقم امريكي من هذا البرنامج. مثل ما جاي تشوفون بكل سهولة وبساطة. طبعا خل اجرب اسوي حساب من خلال متصفح او ناسخ دقيق وارجع لكم. طبعا ما قدرت اسوي حساب. المهم ما اطول وياكم
لان الاي دي مال الجهاز انحضر، فما اقدر اسوي حسابات حاليا. معلومة تفيدكم، اذا جهازك بيروت نزل هذا البرنامج ديفايس اي دي. هذا شو يسوي؟ حسب، هذا طبعا يحتاج روت. هذا شو يسوي؟ يبدل الاي دي مال الجهاز مالك، وراح تحل مشكلة الحسابات الوهمية. تقدر ايش قد ما تسوي. طبعا انا هذا جهازي ما بيروت وما اريد اروته، بس عندي جهاز ثاني مروته واسوي حسابات بالهبل. بس هاي معلومة حبيت افيدكم بيها. تنزلون هذا البرنامج اسمه ديفايس اي دي تشينج، ماشي، موجود بالجوجل بلاي. فلهنا خلاص الشرح. اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.